عسلامة عسلامة، اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة. أما اليوم مش وصفة تونسية، اليوم وصفة ليبية. جيتكم بوصفة ليبية اللي هي المبكبكة. هيا اجوا معايا باش نوريكم كيفاش نحضروها. أول حاجة قصيت الخضرة متاعي، نظفتها وغسلتها وباش نقصها. طريقة قصان الخضرة في المبكبكة: نقصوها جراير جراير، يعني البطاطا نقصها جراير جراير هي والطماطم الكعب كيما باش تعملها في مرقة، والبصل نقصها جويدة، أما مش الكل نقص جويد البصل. حضرت الخضرة متاعي تو حطيت طماطم معجونة في صحفة وحليتها بالماء وخلطتها كأنها صوص، يعني منحبهاش عاقدة برشا. وتو باش نبداو نحطو كل شي على البارد. حطيت الزيت وحطيت الخضرة متاعي وخليت راس بصل الكعب، وبديت تو باش نحط في الفحات حطيت كل شي: فلفل فلفل أكحل، فلفل أحمر، كركم، تابل، ملح. وحطيت سنون الثوم حطيتهم كبار كيما هما يعطيو بنة مش عادية. حطيت كل شي على البارد، لفاح والخضرة كل شي، وعاد حطيت الدجاج قبل ما نحطو غليته شوية باش يسهل عليا الطياب، ونحرك كل شي مع بعضه على البارد كالعادة. وبعديكا نحل عليها الغاز على نار هادية دوب ما تبدأ تغلي شوية، على نار هادية برشا. كما تشوفوا الخضرة كعب، خليت بارتي من الخضرة كعب تعطي بنا. وطويكا مرقتلها بعد ما غلي شوية الخليط متاعي، مرقتلها بالماء السخون، نمرقلها بالكدا، نقعد نحرك فيها كل شوية، نحرك فيها باش ما تشدش بالطبيعة. ولهنا في المرحلة هذه قاعدة نحرك فيها، مازلت ما حطيتش المقارونة. كي نشوفها بدات تشتغلي نحط نرمي المقارونة متاعي. وتو لهنا كي بدات تغلي رميت المقارونة، حطيت رطل مقارونة في النمرو 2، ونقعد نتفقد في الخضرة متاعي. كي نلاحظها اللي هي بدات تطيب هي والدجاج، في المرحلة الأخرى نحط عليها شوية شبت، في ليبيا يسميوه شبت. نقص شبت، يعطي تفويحة بنينة برشا ويبنن برشا المبكبكة. ولهنا حضرت المبكبكة متاعي بالحق بنينة برشا وفايحة وحاجة سهلة في نفس الوقت، وحاجة زادة تناسب الطقس اللي احنا فيه تو اللي هو الشتاء والبرد. بالحق جربوها وإن شاء الله تكون عجبتكم. وكا هو ذي وصفتي لليوم. إن شاء الله نرجع لكم في فيديو آخر في وصفة جديدة، وكل عادة شجعوني بالاشتراك عندي في القناة. وتنقل لكم باي باي.